تخيلوا معايا بقى القرمشة من بره مع الكريمة من جوه بتدوب دوبان. هقول لكم كل اسرارها، خليكم معايا خطوة بخطوة، خليكم تعملوها احسن من اي حلواني. هي بسيطة وسهلة وهتطلع بالشكل اللي انتي شايفاه ده بكل سهولة. بس ما تنسيش تعملي لايك وشير للوصفة لو عجبتك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني جديد. ولو انتي بتتابعيني على التيك توك ما تنسيش ان انتي تعملي اكسبلور وتعملي فولو علشان يوصلك دايما كل جديد من عندي. وصدقيني اي وصفة تبان ليكي سهلة ممكن لغيرك تبقى حاجة مهمة قوي كان نفسه يعرفها. لازم تستخدمي نوع كنافة يكون نوعية ممتازة. بحطها في الفريزر ليلة وبطلعها تاني يوم افركها بالشكل اللي انت شايفاه ده. في ناس بتعملها في الفود بروسيسور او في الكبة، وانا بحب اعملها بايدي كده عادي. بفركها عادي وبكون مسيحة كوباية سمنة على النار وبحطها عليها. كوباية السمنة دي يا دوبك سايحة مش سخنة، وبحط معلقتين كبار سكر بودر عشان ده بيعزز معايا اللون بتاع الكنافة وهي في الفرن. بدعكها كويس قوي بالسمنة بتاعتي دي، وعشان اطمن ان السمنة مقدارها مظبوط وكويس بمسكها بين ايديا كده اجمعها على بعض، ابص الاقيها اتجمعت ومسكت نفسها وفي نفس الوقت مفروله. تقدري تقللي كميه السمنه، بس الحلويات الشرقيه بتحب السمنه وبتحب السكر، فمعلش دي شرقي بقى. بجيب صينيه 30 في 30 وببدا ان انا احط فيها نص الكنافه في ارضيتها كده، بوزعها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بحاول ان انا اعملها بشكل متساوي واخلي النص التاني عشان انا هعمله على الوش. وزعت الكنافه بتاعتي كويس، هبدا ان انا اضغط عليها بالراحه، ما تكبسيهاش قوي عشان ما تطلعش مكتومه وجامده معاكي. لا احنا بس بنسويها وبنطبطب عليها كده ان هي تتماسك في بعضها بكل هدوء. لو انت مقلله السمنه ادهني الصينيه بتاعتك سمنه، لكن انا مش مقلله السمنه. جبت معايا معلقتين ونص كبار نشا، دوبتهم في نص كوبايه ميه، ومعايا على النار كوبايتين ونص بيغلوا من اللبن. قلبت النشا بتاعي على اللبن وقلبته كويس قوي، وحطيت معلقتين كبار كريم شانتيه ومعلقه صغيره فانيليا سايله. لو انت هتحطي فانيليا بودر حطي سنه صغيره لو هي خام، او لو هتحطي ظرف فانيليا بودر حطي ظرف على بعضه ومفيش مشكله. نسبه النشا بتبقى اقل من اللبن، يعني انا لو حاطه 3 كوبايات لبن بحط معلقتين ونص نشا، لو انا حاطه معلقتين ونص لبن بحط معلقتين 2 نشا، قصدي لو كوبايتين لبن. المهم ان لما بيستوي معايا بعمل علامه كده على المعلقه، ببص الاقيه خلاص عمل مكانه، مرجعش تاني زي ما كان كده، هو معايا زي الفل. بروح افضيه بقى على الكنافه بتاعتي اللي في الصينيه ده، وبفضي الخليط بتاعي وهو سخن، مش بستنى لما يبرد يا جماعه. وخدي بالك من التركيه دي عشان مهمه جدا جدا جدا. وبحاول ان انا اساوي طبقه الكريمه بتاعتي على الكنافه، وبسيبها لما تبرد خالص كده ان انا المسها الاقيها بارده، وابدا ان انا اوزع بقيه الكنافه بتاعتي على الوش بشكل متساوي تاني، علشان خاطر يبقى الوش زي الارضيه ويبقى كله واخد كنافه بشكل متساوي. بوزع الكنافه كده بالراحه وبرده بطبطب عليها تاني بحيث ان هي شعيرات الكنافه دي تتماسك كويس. وفي الوقت ده انا مولعه الفرن على درجه حراره 180، بدخلها على الرف الاوسط، ببقى مولعه المروحه لو عندي مروحه. لو ما عنديش مروحه لما تتحمر من تحت بولع لها الشوايه من فوق تاخد اللون بتاعها معايا وبطلعها. بعرف ان هي اخدت اللون كويس لما بلاقي ارضيتها بقت مقرمشه كده. بطلعها اسقيها الشربات. الشربات ده عباره عن كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، ومعاهم عصرة نص ليمونة. حطيتهم على النار يغلوا، لما غليوا هديت النار وسبتهم يغلوا من 7 ل 10 دقايق لحد ما بقى بالقوام ده معايا. بسيبه لما يبرد خالص. سقيت الكنافة بتاعتي بالشربات وقلبتها على الناحية التانية، وسقيت الناحية التانية برضو شوية شربات، وبعدين غطيتها وسبتها شوية قبل ما اقطعها. طلعت معايا بالشكل واللون الخطير اللي انتي شايفاه ده. فعلا يا جماعة رائعة. طبعا بتسيبيها تبرد شوية قبل ما تقطعيها، ولما بتبات بتتماسك اكتر، بس لما بتبات بتلاقي الكنافة طريت. ما تنسيش بقى لو وصلتي لهنا انك تعملي شير للوصفة وتفيدي